بقالك يومين مش بتردي عليا، للدرجه دي مش عايزه تشوفيني؟ هو انت بجد مستغربه اني زعلانه؟ انا اسفه، ما عنديش اي مبررات للي انا عملته، بس انتي حطي نفسك مكاني. انا لو حطيت نفسي مكانك يا ندى كنت عمري ما هشك فيكي. بس ده اللي انا سمعته، ولما واجهتك ما دافعتيش حتى عن نفسك او قلتي لي الحقيقه. عشان انت المفروض عارفاني وعارفه اني ما اعرفش ابقى في وضع المتهمه اللي المفروض ارد وادافع عن نفسي. ما انا لما فهمت اني غلط جيت اعتذر لك، ولو عايزه حاجه اكبر من الاعتذار انا مستعده اعملها. بس هو الموضوع مش موضوع اعتذارات، الموضوع بجد اني صعبت عليا نفسي. انا يا ندى بتشك فيا انا؟ انا مش عايزه ازقك انك تقبلي اعتذاري، بس انتي اكتر واحده عارفه حالتي النفسيه كانت عامله ازاي. لا انا عارفه ومقدره كل حاجه انت مريتي بيها، واي حاجه انا عملتها عشانك كنت عشان بحبك وخايفه عليكي. كنتي عارفه ايه اكتر حاجه مزعلاني بجد؟ اني بقالي فتره كبيره قوي، يعني يمكن تبقى سنين، لا كنت بقرب من حد ولا حتى كنت بسمح ان حد يقرب مني. ما كانش عندي صحاب ولا حد يسأل عليا ولا عندي حد أسأل عليه، وحتى في كل الأماكن اللي أنا اشتغلت فيها كنت مركزة قوي إن علاقتي بالناس تفضل زملاء وبس. عارفة ليه كنت بعمل كده؟ عشان ما اسمحش إن حد يدخل حياتي تاني ويوجعني. لحد ما انا رجعت، مش كده؟ بالظبط، لغاية ما قمتي بالسلامة ورجعنا نتلم تاني. في الأول كنت مبسوطة قوي إن خلاص أخيرا بقى مش هبقى لوحدي تاني، ورجعنا نتلم، ورجعت لنا أصحاب زمان. بس للأسف كل مرة كنا بنتلم فيها كان بيحصل لي مواقف، صدقيني أنا ضحيت بحاجات كتيرة قوي عشان أبعد عنها. انا اسفه، وهسيبك تهدي من ناحيتي خالص. لما تحسي انك قادره تسامحيني قوليلي.